السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا على قناتي وقناتكم عالم هديل المغربية. إلا كنتي أنت أو أنت من عشاق هذا النوع من القصص، ما عليك غير تحط تليفونك وتقضي أشغالك وكلك آذان صاغية، وعلى بركة الله فلنبدأ. قصة اليوم غادي نبداوها من عند واحد السيدة يهودية في عمرها 50 سنة. مشات عند البوليس وكتقول لهم أن الزوج ديالها كيجي للدار كل نهار من بعد صلاة المغرب، ولكن اليوم ما جاتش، وأنها اتصلت به ما كيجاوبهاش، وقالت لهم أنه عنده محل كيبيع فيه الحبوب مثلا الشعير الذرة والعلف ديال البهائم، وهو كاين شريك، هو واحد السيد شريك معاه. قالت أنها اتصلت حتى بالشريك ديالو وقال لها راه ما كاينش. البوليس خداو منها المعلومات الكافية وقالوا ليها سيري الا كان الجديد غادي نعلموك. هاد السيدة ما حبساتش من التقلاب، وبقات كل مرة كترجع عندهم وتسولهم، ولكن لا أثر لهذا الإنسان هذا في الدنيا، ما لقاوش عليه حتى شي خبر جديد. من بعد 3 أيام من هذا الاختفاء ديال هذا السيد هذا، البوليس مشاو للديبو وسولوا صاحبه، قال لهم فعلا راه هذه 3 أيام صاحبي كان عنده موعد مع مدير البنك وراه عيط لي على شي حساب. سولوه شنو نوع الحساب اللي بينه وبين مدير البنك. قال لهم هذه عامين قبل ما ندير هذا المشروع بغينا ناخذ كريدي، تقريبا كنا محتاجين واحد 300 مليون، والمدير وافق يعطينا الكريدي بشرط ناخذ 350 مليون، لانه كان في حاجه لديك 50 مليون وما بغاش الناس اللي خدامين معاه يعرفوا. حنا وافقنا نعاونوه بشرط يعطينا شيك. قال انه غيسدد الدين في 6 شهور، وحنا كنا في حاجه ماسه للفلوس لديك 300 مليون. فبدون تردد انا والشريك ديالي اليهودي قررنا نوافقوا. في ظرف 8 اشهر حنايا ردينا 350 مليون للبنك، وبقات 50 مليون بيننا وبين مدير البنك، خصو يردها لينا حنا لانه عطينا الشيك عليها. ولكن المدير البنك ما ردش لينا 50 مليون، وبدا كيتراوغ وتيقول لينا هير صبروا، وكي يعطي شي حجج وانه عاوننا، كيقول لنا كيتجمل علينا تيقول لنا انه عاوننا، ولكن حنا ما صغيناش ليه وهددناه لانه دار معنا 6 شهور وحنا دابا راه وصلنا ل 8 شهور. حنا 300 مليون رديناها وهو 50 مليون ما قدش يردها لينا. هنا عطيناه اخر فرصه، قلنا ليه الا ما رديتيش لينا ال 50 مليون ديالنا راه غادي ندفعوا الشيكات. طلب منا شهر ويعطينا فلوسنا. حتى لذاك النهار اللي كنت انا والشريك ديالي في المحل، واتصل بالشريك ديالي وقال ليه ها فلوسكم موجوده، جيب الشيك خذ فلوسك، انا نسينك في الدار، لانه ساكن في نفس البنايه اللي فيها البنك. وانا قلت للشريك ديالي نمشي وانا وياك، ولكن ما بغاش، قال لي خليك كمل شغلك في الديبو وانا غادي نمشي لراسي نجيب الفلوس ونعطيه الشيكات ديالو. قال لهم من تماك ما عاودت شفت صاحبي. تقريبا هذه 3 ايام اللي وقعت فيها هاد الهضره اللي قلنا كامله دابا. قال لهم صافي رصيت انا وياه، هو غيمشي عند مول البنك وانا غادي نجلس نكمل الخدمه، حتى كنتفاجئ باللي الزوجه ديالو كتصل وكتقلب عليه ولا اثر له، اختفى. الضابط اللي كان مكلف بالبحث توصل لواحد المعلومه جديده. واحد العامل في داك الديبو قال ليه راه كان صداع بزاف ونقاش حاد بين اليهودي والشريك ديالو، وان الشريك قال في لحظه غضب غنقتلك. قال ليه انا سمعت كلمه غنقتلك. فاش سولو الضابط قال ليه فعلا تخاصمنا، ولكن انا راه ما قصدتش نقتل صاحبي، انا راه قلت ليه غادي نقتل مدير البنك الا ما رجعش لينا فلوسنا. ربما العامل سمع الهضره بالزربه وما فرزهاش. واكيد هنا هاد الشريك غادي يرجع مشتبه به اول، بغاو يلقيو عليه القبض، ولكن مع الاسف ما كاينش دليل قاطع ضده. حتى لواحد النهار دوريه ديال الدرك الملكي اللي كيدوروا بالمروحيه كيراقبوا الماء د البحر، مهم تيدوروا وهما يشوفوا وسط البحر ديال الصويره واحد الباطو واقف اونبان، وفيه واحد الراجل مغمى عليه سخفان في وسط الباطو. الدرك عيطوا للبحريه، صيفطوا قارب كبير، هزوا داك الراجل اللي سخفان
داوه الاسعافات الاوليه، ونزلوا زوج الغواصه كيقلبوا القريب جناب ديالو تحت منه. هنا كيلقاو الموتور عليه كورده مربوطه فيه واحد الخنشه كبيره، لقاو فيها واحد الجثه ديال راجل كبير في السن. صيفطوها لمستودع الاموات باش تخضع للتشريح. بعد ما دازت في التشريح هاد الجثه، كان سبب الوفاه ديال هاد السيد هذا اللي كان في ديك الخنشه عده طعنات قاتله، ومن خلال البصمات ديالو عرفوا ان هاد السيد المقتول هو اللي مراته كتقلب عليه. هنا السؤال المطروح، كيفاش وصلت الجثه ديالو للبحر؟ وشنو علاقه السيد اللي كان معاه سخفان، شنو العلاقه ديالو مع هاد السيد اللي ميت؟ رجعوا عند داك السيد اللي كانوا لقاو في الباطو في وضعيه حرجه من بعد ما ارتاح وخدا الاسعافات الاوليه وفاق. سولوه، اش كنتي كدير تماك؟ قال لهم، اسيادي انا ميكانيك د الباطويات، وجا عندي واحد المدير د البنك كنعرفو، هو زبون ديالي حيت ديما كيصايب الموتور د الباطو ديالو عندي، وطلب مني نرمي واحد الخنشه في البحر حيت فيها وثائق بنكيه غير صالحه، وخاف عليها وقال لي عافاك ديها ولوحها في وسط البحر. ولكن فاش دخلت للبحر انا يلاه رميت الخنشه، وقف بيا الباطو اون بان حتى جيتو عتقتوني. إن هو فاش رمى ديك الخنشه ديك الكودات لوات ليه في الموتور، والباطو وقف اون بان وبقى حاصل حتى دازت ديك الدوريه ديال الدرك الملكي بالمروحيه وانتبهوا ليه. هنا هما يرجعوا عند مول البنكه المدير، عرفوا بانه نفس المدير اللي عندهم معاه المشاكل. رجعوا عنده وهو ينكر، قال لهم انا ما جاش عندي هاد السيد للدار، وراه انا اللي مشيت عنده للمحل د العلف وعطيت ليه الفلوس وعطاني الشيك، وجبت الشيك وراه ليهم. هنا البوليس عطاو الصوره ديال الضحيه داك السيد اليهودي لواحد العامل في البنك، وسولوه فوقاش اخر مره شفتي هاد السيد هذا؟ قال لهم تقريبا هادي 4 ايام. وقال لهم راه سمعت الخصام بينه وبين المدير في المكتب، وفاش حليت الباب حيت تخلعت على داك الغوات اللي كاين، راه قال لي المدير غير سدو سير، راه انا غادي نمشي من المكتب للدار، حيت هو الدار ديالو فوق في نفس العماره فين كاين البيرو ديال البنكه من التحت، وفاش تيبغي يطلع لدارو تيخرج غير من داك البيرو ديالو كيطلع للدار، ما تيخرجش من الباب د البنكه. فهنا قال لهم راه المدير قال لي صافي غير سد انت البنك وسير الله يعاونك، انا راه من المكتب ديالي غادي نطلع لداري. هنا بدا الشك كيكبر ضد المدير د البنك. فاش كانوا الشرطه كيديروا البحث ديالهم غيلاحظوا الزربيه ديال الباب، ديك الزريبيه الصغيره اللي كتحط في الباب مغسوله ولكن ما مغسولاش كامله، هي النص ديالها ومازال فيها الفزاق فيها الماء تقريبا غير الجناب ديالها. هزها واحد المفتش وبدا كيقلبها وهو يلقى اثار ديال الدم تحت منها. صيفطها للمختبر، ومن بعد التحليل ديال داك الدم تبين انه ديال اليهودي اللي لقاوه مقتول في البحر. صافي المدير زيروه، هنا غادي يعترف، قال لهم انا مول الفعله. سولوه علاش، قال لهم راه مول العلف جاب معاه موس، وانا كنت ما موجدش ليه الفلوس، اتصلت بيه غير باش نقول ليه عافاك واللي صبر عليا، ولكن هو بدا تيهددني بداك الموس وقال لي لا ما عطيتينيش فلوسي غنقتلك هنا. وقال لهم انا بديت كنهدنو وكالميتو حتى حط داك الموس وغفلتو، الشيطان غرني، هزيت الموس وقتلته، درتو في السياره ديالي وديتو للميناء ودرتو في الخنشه وفي الزورق ديالي، وطلبت من داك الميكانيك يرميها لي في البحر، ولكن حيت الروح عزيزه عند الله الميكانيك طاح اون بان وسط البحر. هنا البوليس سولوه واش الميكانيك كان على علم بان الخنشه فيها جثه ماشي وراق، قال لهم لا، الميكانيك ما كان فراسو ما يتعاود. هنا الميكانيك خرج براءه، السيده خدت الجثه ديال الزوج ديالها وعرفت انه مقتول، مدير البنك امشى للحبس. خلاصه القول، الروح عزيزه عند الله. وبهذا غنكون وصلت معكم لنهايه القصه اليوم. الى عجبتكم خليو لايك واشتراك وتعليق محفز، ونضرب لكم موعد في قصه جديده وفيديو جديد ان شاء الله.